السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الأسد بتاريخ 17/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الأسد. على الصعيد العام النهارده يا أسد بتحس إنك واقف قدام مرحلة محتاجة قرار شجاع، مش تهور ولا استعجال، لكن قرار نابع من إحساسك بقيمتك. أنت تعبت كتير الفترة اللي فاتت ومش ناوي تكرر نفس السيناريو، وده يوم مناسب إنك تحط حد فاصل بين اللي كان واللي جاي، حتى لو القرار ده هيخلي الناس تزعل يا أسد. في موقف بسيط بيخليك تدرك إنك كنت بتدي أكتر من اللازم، مش ندمان بس واعي. والأسد لما يوصل للوعي ده بيبدأ يغير قواعد اللعبة. النهاردة بتفكر وبتسأل مين يستاهل طاقتي ومين وجوده استهلاك، والسؤال ده مهم جدا في المرحلة دي. كمان طاقتك عالية لكن محتاجة توجيه يا أسد، لو سبتها من غير هدف ممكن تتحول لعصبية أو اندفاع. حاول تستثمرها في حاجة مفيدة ليك، زي رياضة أو شغل، أو حتى ترتب خططك الجاية، لأنك لما تركز بتعمل فرق واضح. في إحساس داخلي إنك عايز تتحرر من قيود قديمة، وده طبيعي. أنت مش قابل تفضل في نفس المكان ده. النهاردة مناسب إنك تواجه نفسك بالحقيقة حتى لو كانت مش مريحة. رسالتك اليوم بتقولك يا أسد قوتك الحقيقية مش في السيطرة، في الاختيار الصح. أما على الصعيد العملي، عمليا يا أسد عندك فرصة تثبت نفسك من غير ما تتكلم كتير. شغلك النهاردة هو اللي هيتكلم عنك، والأسد لما بيشتغل في صمت بيبرق أكتر. ركز على الجودة مش على لفت الانتباه. في تعامل مع شخص بيحاول يختبر حدودك، خليك هادي وحاسم في نفس الوقت. انت مش محتاج ترفع صوتك يا أسد علشان تثبت قوتك، موقف واحد ثابت كفاية. كمان في مهمة متأخرة ممكن تتحرك لو أخدت خطوة جريئة، بلاش تأجل أكتر من كده لأنك جاهز أكتر مما فاكر. لو بتدور على شغل أو تغير، النهاردة مناسب إنك ترجع صورتك المهنية وتعيد ترتيب أهدافك. كمان رسالة العمل اليوم بتقولك يا أسد القيادة الحقيقية بتبدأ بالالتزام. أما على الصعيد المالي، ماليا يا أسد عندك رغبة في تحسين وضعك، مش بس في الحفاظ عليه، وده تفكير سليم. بس خليك واقعي، النهاردة وقت التخطيط مش الصرف الزايد. في مصاريف مرتبطة بمظهر أو التزام اجتماعي ممكن تضغطك. حاول توزن بين صورتك قدام الناس وراحتك الشخصية. كمان في فكرة استثمار أو مشروع ممكن تشغلك، بلاش تبدأ دلوقتي، ادرسها أكتر لأنك لما بتدخل تكون عايز تدخل بقوة. بلاش تقارن دخلك بغيرك يا أسد، كل واحد وليه توقيته، وانت لسه في مرحلة بناء. رسالة المال بتقولك السيطرة على المال قوة حقيقية. أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا يا أسد محتاج تحس إنك متقدر مش بس محبوب. الأسد قلبه كبير بس كرامته أكبر. النهاردة أي تجاهل أو برود بيأثر عليك أكتر من العادة. ولو في علاقة حاول تعبر على اللي مضايقك بهدوء، الكبت هيحول الحب لغضب وانت مش عايز كده. ولو انت عازب يا أسد، في رغبة في علاقة قوية وواضحة، مش لعب مشاعر. انت بتدور على حد يشوفك بعين التقدير مش التحدي. كمان في شخص من الماضي ممكن يجي على بالك، بس علشان تفهم انك كبرت واتخطيت مش علشان ترجع. رسالة الحب اليوم بتقولك يا أسد اللي يقلل منك ما يستاهلش قلبك. أما على الصعيد الصحي، صحيا يا أسد جسمك محتاج حركة، الكسل مش شبهك، والأسد لما يقعد كتير بيحس بتقل نفسي. كمان انتبه لضغط الدم أو التوتر العصبي، حاول تهدى وتبعد عن الجدال الغير ضروري. كمان نظام نومك محتاج تعديل، السهر مأثر على طاقتك العامة يا أسد. مية أكتر وأكل خفيف هيعملوا فرق كبير معاك. رسالة الصحة بتقولك يا أسد قوتك بتبدأ من اهتمامك بجسمك. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا يا أسد عندك قدرة على الفهم السريع، بس محتاج التزام أكتر، الذكاء لوحده مش كفاية. كمان لو في مادة عندك محتاجة شرح ممكن تتبسط لو ذاكرتها بصوت عالي أو شرحتها لغيرك. بلاش تسيب مادة وتتعلق بواحدة بس، التوازن مطلوب يا أسد. رسالة الدراسة بتقولك يا أسد الاجتهاد هو اللي هيثبت تفوقك،
ودي كانت قراءتك اليومي أسد. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.